السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو عاوزة تاكلي مسقعة زي ما الكتاب بيقول، تعالي وانا هقولك كل اسرار نجاحها. معايا بتنجان رومي وبطاطس وبصل وفلفل رومي وفلفل حراق. طبعا يا بنات لازم نغسل الخضار ده كله غسلة كويسة جدا بالمية وبفوطة نظيفة كده وننشفه تماما يا بنات، عشان لما نيجي نقليه ما يجيبش علينا ايه زيت بقى ولا قدر الله يحصل حرق ولا حاجة. واول حاجة بدأنا بيها هي البطاطس، ويستحسن يا بنات تقطعي قطع الخضار صغيرة كده. كل ما كانت القطعة بتاعة الخضار صغيرة كان افضل طبعا، يا تقطعيها وسط يا تقطعيها صغير. اول حاجة قلينا البطاطس، وفي نفس الزيت هنقلي البتنجان، شايفين يا بنات؟ وبعد ما قلينا البتنجان هنقلي الفلفل، والفلفل يا بنات هو كمان شايله منه البذور، وكمان شايله منه الضلع بتاعه علشان ما يبقاش ايه حراق زياده عن اللزوم. وبعد ما قليت الفلفل يا بنات هنزل كمان بشرايح البصل، والبصل هحطه في المسقعه. ازاي؟ بيخلي ليها طعم حلو وريحه جميله، وكمان بيديلها سكره حلوه كده، تبقى المسقعه بتاعتك مسكره وريحتها سبحان الله. والله يا بنات جربوا الطريقة دي وإن شاء الله هتعتمدوها ومش هتبطلوا تعملوها. كده يا بنات عملنا إيه؟ قلينا الفلفل والبتنجان والبصل وكمان البطاطس. كده جهزنا كل الخضار اللي احنا هنعمل بيه المسقعة. تعالوا بقى هقول لكم على السر اللي بيخلي المسقعة بتاعتك ريحتها جايبة لآخر الشارع وكمان طعمها خطير. في الهون بقى، ونزلت بخمس ست فصوص من التوم، ونزلت عليهم كمان بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الكزبرة. ودقيتهم مع بعض كده دقة كويسة لحد ما بقى ايه ناعم جدا التوم. ونزلت عليهم كمان بقرنين فلفل حراق أخضر أو أحمر، تمام يا بنات، متقطع صغير زي ما شايفين كده. ونزلت عليهم كمان بحبايتين كبار من الطماطم متقطعين صغير خالص زي ما شايفين كده. ودقيت الخلطة دي دقة كويسة جدا في قلب الهون. جبت انا بقى ايه شوية من البصل اللي انا كنت قليه معاكم، وحطيت عليها الدقة الخطيرة دي، وهتشمي اجمل ريحة وهتدوقي اجمل طعم. والله يا بنات خطيرة خطيرة خطيرة، بجد جميلة جدا. انا عايزة كل اللي بيحب المسقعة وكل اللي عايز ياكل مسقعة يجرب الطريقة دي. جربوها يا بنات بالله عليكم واكتبوا لي تعليق. بعد ما ايه الدقة اتشوحت شوية كده مع البصلة لمدة 3 دقايق كده وشميت الروايح الجميلة دي، انزلي عليها بالطماطم. والطماطم دي حبايبي انا كنت مفرزوها، يعني مديالها سلقة كده مستوية الطماطم. سويت الطماطم وبعد كده ضربتها في الخلاط. نزلت عليها بقى بمعلقة صغيرة من السكر علشان تعادل الحموضة والملوحة اللي في الطماطم. ونزلت عليها كمان بنص معلقة من البابريكا، ونزلت عليها بثلاث معالق من الزيت اللي انا قليت فيه الخضار والبصل، تمام يا بنات. وسبتهم على البوتاجاز لمدة 3 دقايق، يعتبر 3 دقايق. وبعد كده حطيت عليهم الخضار. القوام بتاع الصلصة بقى يا بنات علشان ايه تظبط معاكي كده، ما تكونش خفيفة قوي ولا تكون تقيلة قوي. بص يا بنات تكون وسط كده، وكل ما كانت تقيلة كل ما كان افضل طبعا. وسبتهم ايه مع بعض كده دقيقتين على البوتاجاز، وبعد كده ما شاء الله زي ما شايفين كده. ايه رأيكم؟ تحفة يا بنات، طعمها حلو وريحتها جميلة. بجد يا بنات جربوها جربوها واكتبولي تعليق، ومن بعد ما هتجربوها هتعتمدوها ومش هتبطلوا تعملوها. يا رب تكونوا بتستفادوا من كل فيديوهاتنا، واعملوا شير لحبايبكم علشان غيركم يستفيد. الدال على الخير كفاعله. وما تنسوش يا حبايب قلبي، الصدقة من مالكم ومن طعامكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نقص مال من صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وقدموا كده يا حبايبي المسقعة الخطيرة دي، وقدموا معاها كمان جرجير وعيش بلدي،
وبألف هنا ومع ألف سلامة. يا رب أكون عند حسن ظنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.